عندنا ألف اسمها ألف لينة. ألف إيه؟ لينة. الألف دي شكلها زي الياء بالظبط، آخرها ياء، آخرها إيه؟ ياء. لكن إحنا بننطقها ألف، بننطقها إيه؟ وبتيجي في آخر الكلمة، بتيجي فين؟ في آخر الكلمة. يبقى إحنا عندنا يا مس إيمان حرف الياء في آخر الكلمة هو شكله ياء، لكنه هو بيتنطق إيه؟ ألف، بيتنطق إيه؟ ألف، وبنسميها ألف لينة. ألف يبقى كلمة على دي يا مس إيمان لما أجي أسألك على آخرها ياء ولا ألف؟ هقول له هي ياء بس بتتنطق ألف، بتتنطق إيه؟ وبنسميها ألف لينة. ألف إيه؟ دي يا مس بكتبها ياء لكن بنطقها ألف. طب أعرف إزاي أفرق بين الياء وبين الألف؟ إن بيكون ألف اللينة دي قبلها مفتوح، قبلها إيه؟ مفتوح. يعني عينك على كلمة على دي قبلها الحرف اللي قبلها على طول فوق راسه إيه؟ فتحة، فوق راسه إيه؟ يبقى دي ألف لينة، تبقى دي ألف إيه؟ طب يا مس إيمان لو جاء قبلها كسرة تبقى ألف لينة؟ لا. لو جاء قبلها ضمة تبقى ألف لينة؟ لا، إحنا عارفين إن الياء بتحب الكسرة، فأكتر حاجة هتيجي مين؟ الكسرة. أكتر حاجة هتيجي مين؟ تعالى ناخد كلمة على. كلمة إيه؟ على. مس على دي آخرها ألف إيه؟ ألف لينة. ألف إيه؟ عرفتي إزاي؟ الحرف اللي قبليها عليه فتحة. طب كلمة إله؟ لا اللام عليها فتحة، يبقى الألف بتاعتنا هنعملها ألف مد كده عصاية؟ لا، هقول له الياء الوزة. الياء الإيه؟ الوزة. وبتحط لي فيها ألف صغننة كده، بتحط لي فيها ألف إيه؟ صغيرة. عشان تقول لي إن دي أصلا كانت ألف، كانت أصلا إيه؟ ألف. كلمة شذا هعملها بالألف كده يا مس؟ لا، المفروض شذا بحط طالما الذال عليها فتحة يبقى أنا هحط الياء في آخر الإيه؟ الكلمة. الياء في آخر الكلمة. يبقى الألف اللينة بكتبها ياء لكن بنطقها ألف، وما قبلها بيكون إيه؟ مفتوح. ما قبلها مفتوح، زي كلمة ألقى. دي آخرها إيه؟ ياء ولا ألف لينة؟ ألف لينة. ألف إيه؟ لينة. هي ياء لكن هي ألف لينة. سلوى. مس سلوى ألف لينة، هحط على الواو فتحة ولا ضمة ولا كسرة؟ هحط فتحة عشان دي ألف إيه؟ لينة. مروة. مس الواو احط فتحه يبقى انت الف ايه؟ لينه. طب ضع دائره حول الالف اللينه، الالف الصح. كلمه مستشفى. مستشفى الصح دي ولا دي؟ دي ليه يا مس ايمان؟ دي ليه؟ عشان قبلها فتحه واخرها الف لينه. جميل يا مس، يبقى ناخد دي. طب كلمه اله. كلمه اله يا احمد دي الصح ولا دي؟ ليه يا مس ايمان؟ عشان فتحه وقبلها الف وبعدها الف ايه؟ لينه. طيب تعالى معايا هنا، بيقول لي كلمة سعى. السعى اللي هي الصح دي ولا دي؟ برافو عليك، دي ماشي. يبقى سعى دي عشان فتحة وبتحب المد بالايه؟ بالالف. كلمة هدى الصح دي ولا دي؟ برافو عليك، تمام قوي، الصح دي. طيب يلا نكمل. كلمة ندى بيها الف ايه؟ مس فيها الف. فيها الف قدامك اهي. هي ليه الوز الف؟ الف لينة تكتب ولا بتنطق ما بتتكتبش. بتنطق ما ايه؟ ما بتتكتبش. كلمة ندى اخرها الف ايه؟ هقول له لينة. الف ايه؟ حلو قوي، اخرها الف لينة. طيب كلمة صلى بها حرف. فيها حرف ايه بس كلمة ايمان دي؟ فيها حرف صلى دي فيها حرف مشدد. فيها حرف ايه؟ حرف مشدد. جميل، دي حاجة. طب واخرها ايه؟ صلى دي صلى اخرها ياء بس مس ما بقولش عليها ياء، بقول ايه؟ بقول جدع، برافو عليك، بقول عليها الف لينة. طب جميل مس. طب كلمة صلى فيها حرف مشدد صح؟ اللي هو ايه؟ حرف ايه؟ جدع، حرف اللام. ممتاز. وحركة ما بعد الحرف المشدد ايه؟ حركة. تعالى كده نشوف حركة. الحركة مس يعني ايه حركة؟ يعني تقول لي فتحة ولا ضمة ولا كسرة؟ يبقى اقول له حركة ما بعد الحرف المشدد. تعال نشوف كلمة صلى الحرف المشدد اهو. الحركة اللي بعد الحرف المشدد ليه مين؟ الياء. حركتها ايه يا مس ايمان؟ لا ولا كسرة ولا فتحة ولا ضمة، حركتها سكون. سكون ازاي يا مس؟ هي مش دي الف مد؟ الف لينة بتكون ايه؟ بتكون ساكنة. بتكون ايه؟ ساكنة. يبقى الحركة بتاعتي هقول له سكون. الحركة بتاعتي ايه؟ سكون. خلاص، يبقى الالف اللينة بتكتب ياء وبتنطق الف وقبلها ايه؟ مفتوح. قبلها ايه؟ مفتوح. القى سل ومر مستشفى لا ع لا لا شا ذا سا ع
هدى. خلاص. ندى، صلى، كل دي ألف إيه؟ ألف لينة.